خلونا نسمع كلام كابتن رضا عن لقاء الأهلي والاتحاد. والله الماتش كان حلو والحكم كان كويس زي ما أنا قلت، ولكن اللقطة بتاعة طرد كريم الديب، يعني الراجل بيطرد عادي، ولا جه شتم ولا جه غلط زي ما أنا قلت. والله تعال نشوف كلام كابتن رضا بيقول إيه وبعد كده نتكلم. فبقت 2-1 المباراة أزمت هوب في طرد لأحمد نبيل كوكا. لغاية اللحظة دي الحكم هايل، الحكم نجم المباراة وطرد. بعد كده حس ان هو ندم ان هو طرد، فقعد يدور لغاية لما تلكك لكريم الديب وقام جاي مطرده بعد دقيقتين عشان يعمل التوازن. يا عم انت عملت الصح، كوكا يطرد وكان مروان عطيه يطرد لانه واخد انذار برضه ومسك الراجل، وانت عملت فيها نفسك من بنها وقلنا ماشي مش مشكله. في اول الشوط الثاني كانت ناحيه الرايت هناك، وبعدين الراجل بيحتج على الفاول اللي هي مش فاول، يعني عادي بيحتج، لا شتمك ولا قل ادبك ولا قل ادبه عليك ولا شوح لك ولا عمل حاجه مثلا عشان ان انت ايه تقوم جاي متنرفز على طول مطلع له الكارت الاصفر الثاني عشان عارف ان عنده. اشمعنى ده اللي نقيته؟ مع ان في لعيبه ده ياسر ابراهيم يا راجل بعد الماتش يا راجل عمال يشوح لك وعمال يكلمك، ما نعرفش بقى بيتهجم عليك بيقول لك ايه، وانت ما طلعتش انذار اديته له بعد الماتش وانتوا خارجين، وعامل نفسك برضو من بينها. يا لجنه الحكام ارحمونا بقى من الحاجات دي، ارحمونا انتوا بتشوفوا، خلوا فيه العداله عشان يبقى احنا. انا لغايه ما بقول لك طرد كوكا كان ماشي كويس، مع ان كان في طرد قبليها لمروان عطيه. طبعا الكلام ده مش هيعجب الناس المتبلطيه، لا يقول لك لا والله العظيم لو ده لعيب من الاتحاد كان هيدوا له الانذار الثاني ويطرده والله. صح. اللي هو عمل يعني مسك. طب انت اديته انذار الشوط الاولاني ليه لمروان عطيه؟ عشان الراجل رقصه وقام جاي ماسكه نفس المسكه، الراجل نفس رقصه وقام فعلا جاي المسك. ماسكه. يعني هي يا اما ما كنتش اديته انذار يا اما تدوا له الانذار الثاني وتطرده، انما الكلام دوت ما ينفعش. طبعا هيبوظوا شكل الدوري، هيبوظوا شكل الدوري بالحاجات دي. فهو صعب عليه ان كوكا اتطرد، قعد يدور لغايه ما قال لك خلاص كريم الديب. الراجل راح بيتكلمه بمنتهى الادب، ولا شوح له ولا شتمه ولا اعتراض، عادي جدا وهو كابتن الفرقه ويكلمك. بس هي كده، احنا كده يا اولاد البلد، ايه عشان ان احنا نعمل توازن قال لك هوب ديب بالانذار الثاني وقام جاي طرد. بوظت شكلك ليه؟ ما انت عامل مباراه كبيره وماشي كويس. المهم المباراه بيجي بعد كده كريم الديب ده في الشوط الثاني مضيع واحده ما تضيعش. يعني النادي الاهلي ما ضيعش خالص. هتقول لي الشوطه بتاعت زيزو في نص الجول، هتقول لي الشوطه بتاعت بين رمضان في نص الجول، انما الفرص اللي هي فرص هو نادي الاتحاد اللي عملها. وشابوه النهارده الاتحاد السكندري، والله عامل مباراه كبيره وحظه وحش جدا في الثلاث فرص اللي هم الشوط الاولاني والفرصه بتاعت كريم الدين. الاهلي ما ضيعش، الاهلي هو كرات واحده ثابته اللي هي ضربه الجزاء، والثانيه اللي هي لبن شرقي اللي في واحد طالع يقول لك ايه عمل كروس عالمي. ده في اتنين رايحين كان جريديشار وتريزيجيه، لو هو باصص هيعملها الواحد من الاثنين، انما هو عامل الاوفر وخلاص. راحت لبن شرقي اللي حياها لان خدها على صدره كده، رجع طلع المدافع بره وقام جاي حاطط وش رجله فيها ويقول لك كروس عالمي. ماشي، بس يعني بتصيطوا على الفاضي، عايزين بس ان انتوا ايه تكبروا في الراجل ليه؟ عشان بزيره الناحيه الثانيه مدغدغ الدنيا.